تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. منصورة يا مصر، منصورة، وقفة في المنصورة. تحية لكل شهداء الثورة، تحية لشهداء العرب في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي البحرين. تحية لكل الشهداء. المنصورة والمصابين طبعا. وعايز اطمن ان هناك مؤسسه، وانا كلمت حضرتك في الحكايه دي، ان هناك مؤسسه تحت رئاسه مجلس الوزراء اشهرت لرعايه اهالي الشهداء والجرحى والمسلمين. انا بس عايز اقول في الاول، عايز اتكلم على الائتلاف. اولا انا شايف ان في 150 ائتلاف شباب. طب دول هيعملوا ايه؟ يعني دول موجودين عشان يتكلموا في السياسه فقط ويطلعوا في التلفزيون ويتنحروا ومين اللي عمل الثوره ومين اللي ما عملش الثوره؟ انا رايي لو 150 ائتلاف دول نزلوا في القرى واحياء مصر ومدن مصر زي ما عملوا ال 300 شاب اللي ما حدش سمع عنهم ابدا، نزلوا في قريتهم نظفوا القريه ودهنوا القريه ونوروا القريه وعملوا مجال بتاع لجان لمحو الاميه وعملوا لجان لمساعده الناس في الامتحانات المسابقه وهيعملوا نشاط في الصيف. لو كل ائتلاف من دول فيهم 10 ونزلوا الى النجوع والمدن والقرى يبقى الثوره نجحت. هذا هو الامر. ولكن هنفضل نتناقض ونقول انا اللي عملت الثوره، لا ده الائتلاف ده اللي عمل مش عارف ايه، ويقعد يتكلم كلام يعني ما يفيدش الناس. ارجوكم واتمنى عليكم انزلوا الى الشعب الغلبان الفقير في النجوع والقرى التي محرومه من اي خدمه موجوده على الساحه. هم دول الاولى بالخدمه وليس سكان المدن. الحاجه الثانيه عايزين نتكلم على من يستخدم قائد القوه في فرض قوته. وانا بحذر اي قوه سياسيه تستخدم قائد القوه هيكون مصيرها زي مصير الحزب الوطني. الحزب الوطني الفاسد المجرم اللي افسد مصر واللي افسد لا يصلح. لان في ناس دلوقتي بتتكلم بتقول والله اللي ما اشتركش في التزوير يبقى يعني يشترك في الحياه السياسيه. لا متاسفين، ما حدش سال حاجه اسكرك ودخلك الحزب الوطني غصب عنك. لا ده انت داخل الخطه والفساد واضح. احنا عندنا دعوه قدام مجلس الدوله يوم 26 بحرمان اعضاء الحزب الوطني من ممارسه العمل السياسي لمده 5 سنين. الى جانب ان احنا عندنا قوائم كامله لانهم بيلتفوا دلوقتي وعايزين ينزلوا انتخابات مجلس الشعب القادم. عندنا القوائم كامله لترشيحاتهم في النجوع والقرى والمدن والمحافظات وسنتبعهم اينما كان. هذا لا يتاتى الا بنزول زي ما قال الدكتور، بنزول الناس الى بشكل ايجابي في الانتخابات القادمه. نيجي بقى نتكلم على الدستور اولا. انا شخصيا يعني عارف كويس قوي ان ما حدش يقدر يلتف على استفتاء قال فيه 77% رايهم، بس مش احنا اللي التفينا. اللي التفوا اللي غيروا المواد اللي احنا استفتينا عليها ال8 وكان من حق رئيس الجمهوريه ان هو يختار الهيئه التاسيسيه لوضع الدستور وخلوا بس مجلس الشورى والشعب دي. ولذلك انا ضميريا اقول الدستور اولا ما اقدرش، وعندي مبررات. المبرر الاول اننا لا نعرف شكل الدوله، هل هي برلمانيه؟ هل هي رئاسيه؟ هل هي برلمانيه رئاسيه؟ يعني هنعمل ايه؟ هنعمل برنامجنا الانتخابي على اي اساس؟ الحاجه الثانيه ان ال 50% عملوا فلاحين هيفضلوا موجودين ولا في مقترح ان العمال والفلاحين
فمش من حق من الشعب ان هو يختار هيئه تاسيسيه لوضع الدستور. هذه هي المبررات اللي بتخلينا اقول الدستور اولا. الحاجه الثانيه ان احنا يجب ان نؤخر الانتخابات لديسمبر، لان في دلوقتي حاليا احزاب جديده، احزاب صغيره بتتكون. عندنا 26 محافظه الناس عايزه تروح الى هذه المحافظات وتتابعوا الى برامجها وتتابعوا الى قوانينها. نحن نريد فسحه من الوقت حتى يستطيع كل الناس انهم يتواصلوا. مش ممكن ابدا ان انت تقارن بناس اشتغلوا على الارض لمده 80 سنه وعندهم قوانينهم وعندهم شغلهم تقارنهم بالاحزاب الجديده وتقول لي ان دي تنافسيه. هذه ليست تنافسيه، هذه استخدام فائض القوه لفرض شكل معين. نحن مع المساواه، نحن نريد ان نسترجع روح 25 يناير مره اخرى، ان جميع الناس يتعاملوا على قدر المساواه، وان احنا نعمل برلمان في كل القوى ممثله. نحن مصرين او مطالبنا الاساسيه القائمه النسبيه المغلقه، وهناك فرق بين القائمه النسبيه المغلقه والقائمه النسبيه المفتوحه. القائمه النسبيه المغلقه هي انك انت القائمه اللي انت هتنتخب عليها ما تقدرش تغير، يعني ما تجيبش نمره 3 تحط نمره 1. المفتوحه ممكن تعمل ده، ولكن نتيجه لان دي تجربه جديده انا شخصيا بفضل، وهذا ليس الزام لاحد، ان تكون هناك النسبه المغلقه، لانه في النسبه المغلقه القائمه اذا اخذت عدد من الاصوات توزع اللي هي ترجعها، وفي بعض الاصوات هذه الاصوات توزع على الاحزاب الصغيره، وهذا عدل بحيث لا يهدر صوت من الذي يذهب الى دوائر الانتخاب وتوزع هذه الاصوات على الاحزاب الصغيره او على القوى المهمشه، فيبقى فعلا مجلس متوازن. هذه هي مطالبنا في المرحله القادمه، وانا ابشركم بان مصر منصوره ان شاء الله. شكرا. متبنيه فصيل الفلاحين